ازيكم عاملين ايه؟ انا زياد وده فيديو جديد، والنهارده الجزء السادس من سلسله احدث افلام في السينما المصريه بعنوان ايه القرف ده؟ الله، بقول لك يا ابو سمره. نعم. انا هستأذن النهارده بدري كده عشان عندي حفله تكريم، يعني بعيد عنك بيكرموا اللي بيفكروا كويس. طب سيبنا افكر. سيبك تفكر ايه يا عم سمير؟ هو انا بقول لك طلقني؟ انت بدل بتقول لي بالهنا والشفا يا علاء. الوحيد اللي في العالم بينطق اسمه غلط يا ابني، اسمك علاء، اسمه علاء. على اساس ان القصه اسمها مصباح علاء الدين. اتقدم عشان دي هتبقى مرات اخوك، ماشي ولا مش ماشي؟ ماشي ولا لا؟ عدل اهدى. انت كنت ناوي تديني بالقلم من بعيد كده ليه؟ ناوي تحدفني بالكف؟ اقول لك على اسم مختلف. عايز اسم شاذ. ايه؟ عايز اسم فيه دلع. اعتقد مش هينفع نستخدم اسم الدلع عند علاء، لان حسام هنقول له حس، عصام هنقول له عيس، علاء هنقول له يعني هنا اهو يعني فوق، كده فوق، هنا اهو يعني تحت، كده تحت، هنا اهو ما ده كده يعني جيزه ايه اللي بيقول؟ الفيلم التاني معانا هو فيلم فص ملح وداخ. الفيلم ده سيء جدا لدرجه انك مش هتقدر تستحمل انك تتفرج عليه نص ساعه اصلا. افيهات عمرو عبد الجليل في الفيلم ده بالذات لا تحتمل، ده غير القصه اللي مش مفهومه وغير الساوند افكت اللي مش في مكانها اصلا. الفيلم التالت معانا هو فيلم جوازة توكسيك من بطوله بيومي فؤاد ومحمد انور وليلى علوي. الفيلم ده حرفيا مقرف بشكل كبير جدا، ده غير افيهاته التقليديه والحلقات اللي فيه بشكل مبالغ، ده غير تمثيل تامر هجرس في الفيلم فظيع بشكل بشع. الفيلم اللي بعده فيلم مرعي البريمو، فيلم سيء جدا مفيش قصه، هنيدي دمه تقيل بشكل صعب، غادة عادل في الفيلم سيئه جدا، واعتقد ان نبيل الجميل كان هين عنه جدا. الفيلم اللي بعده فيلم اخر ضيف في مصر من بطوله محمد رمضان، افيهات مفيش، قصه مفيش، حتى الحكمه اللي في الفيلم كانت طفوليه بشكل صعب. الفيلم ده بيخاطب فئه ال5 سنين وانت نازل مبدئيا. بس كده، ده كان الفيديو بتاعنا. متنساش تعمل لايك وشير في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وما تنساش برضه تدعي لاخواتنا في فلسطين وجميع الدول العربيه ربنا ينصرهم ويعيننا مع اللي هم فيه. بس كده، اشوفك الفيديو الجاي، السلام عليكم. انت ما تربيتيش بقى، انا هعيد تربيتك من اول وجديد. هربيكي. انا مش هحكم فيها، انا هريحكم مني خالص. الله، انت هتشتغل انت كمان ولا ايه؟ ايه المشتغل اللي انا عايش فيه ده؟ تعال يا اختي شوف ابنك، هو الواد ده ايه حكايته؟ كل ما يشوفني يقعد يعمل حركات كده زي ما يكون متسلط عليا. خلاص طيب انا مش هعمل كده تاني. اسامحك ازاي بعد ما نجزت لك كباريه؟ طب ومستني ايه؟ ليه ما بلغتش البوليس؟ انا هبلغ البوليس بنفسي. ما تتعبش نفسك، البوليس هنا من الصبح كده. طب حضرة الظابط اهو، اتفضل يا فندم. بلغني ان انا اجي اشيله. هو مين؟ اخوك. اخويا منصور هو فين منصور؟ منصور يا سميح. منصور اخويا حبيبي يا منصور. في الحقيقة نجاة أختك تبقى مراتي. ايه؟ أيوة، هي دي الحقيقة ومخبيينها عليك بقالنا سنين. ازاي ده؟ يعني غصب عنك. غصب عنكم ازاي؟ ده انا هوديك في داهيه. اهدى بس، اهدى وتعالى نتكلم بالعقل. تعال. عقل؟ خليت فيها عقل. احنا شباب زي بعض،